جلب الحبيب مع قبول ومحبة خلال 3 أيام لا رابعهم، العمل المضمون. ولأول مرة سأتكلم عن هذا الموضوع هنا وأشرحه ونتكلم على جميع أطرافه. جلب الحبيب يا شيخ فهمناها زين. المحبة والقبول شنو تفيدنا يا حبيبي؟ أنت جلب الحبيب مثلا هذا الشخص تريده، زين، سوينا له جلب، زين، اجى هذا الشخص وتقدم لك. طيب الوالد رفضه. ليش رفضها الوالد؟ ممكن لأي سبب من الأسباب يرفضها الوالد. ممكن العائلة هذه ما تجوز من خارج عائلتها، يعني ممكن ولد عمك محكي بأمرك، أو العم متكلم مع أخوه وقايل أنا بنية هذه أبيها لابني، هو قايل له تم، رافض، المهم لأي سبب كان. فهذه الحالة ما يفيدك فقط جلب الحبيب، فلازم يكون عندنا محبة وقبول. المحبة والقبول هي هذه الأهم بهذا العمل، صدقني والله على ما أقوله شهيد. الأهم بهذه العمل. ليش؟ ممكن أحد يعرقل هذه الخطبة. فالمحبة دورها والقبول دورها انها تسوي قبول للرجال اللي جاي قاعد يتقدم لك من طرف اهلك او من طرف العائلة بالاجمع. عرفتي كيف؟ يعني ما حدا يعارض على هذا، خلص هذا الشخص زين زين. فبإذن الله تعالى تتم الموافقة من قبل الأهل مباشرة، حتى لو كان معارضين بأشد الطرق. والقبول هو أن أهلك يصيروا يحبون الرجال، هذا القبول. المحبة وقبول، زين، صار عندنا هنا جلب، محبة، قبول. هذه طريقة مضمونها والله على ما أقوله شهيد. طبعا فقط عن طريق الاسم واسم الأم والعمر، ما يحتاج صورة لك أو صورة للرجال اللي تبغينه يتقدم لك. فهذا الأمر شائع. لا ترسلون صوركم إلى أحد، لا تعطون صور الرجال إلى أحد. ممكن يستخدموهم بطرق للاستفزاز والتهديد ليحصلوا فلوس منكم. فهذا الأمر غلط في غلط في غلط. عرفتي كيف؟ وطريقتنا عندي مضمونة والرقم موجود أمامك في الشاشة، تقدري تتواصلي معي في أي وقت إن كان بخصوص عمل أو بخصوص سؤال أو استفسار، فأنا جاهز. حياك الله متى ما بغيتم، وأهلا وسهلا بكم. كان المتحدث معاكم الشيخ الروحاني محمود أبو محمد من سلطنة عمان، والرقم أمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.